السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة جايلكم كده فيديو سهل وبسيط، بس قبل ما ندخل على الفيديو هنصلي على الرسول أفضل الصلاة والسلام. النهاردة هنعمل طريقة فراخ حلوة قوي هتنول إعجابكم. وبصوا هنعمل برضو رز بشعرية. تابعوا الفيديو للآخر وما تنسوش اللايك الجميل بتاعكم. هنعمل بطاطس كده من اللي هي التخينة اللي بيبقى قلبها ملحم كده وزي الفل، عشان تحس ان انت بتاكلي بطاطس زمان كده بفراخ زمان. هتجيبي صينيه معاكي زي ما انت شايفه قدامك كده، وتابعي الكميه اللي انت هتعملها براحتك. هنسمي كده بسم الله ونعمل بها ايه الفراخ الجميله بتاعتنا دي. ما تحطيش اول حاجه الفراخ والبطاطس مع بعض نيين. هتعملي ايه اول حاجه؟ لازم تدي الفراخ بتاعتك صدمه. انما لو حطيت ما بحبش بصراحه الفراخ والبطاطس يتحطوا مع بعض نيين، علشان ما يبقاش طعمهم فيه زفار. لازم ندي لفراخنا تشويحه حلوه وصدمه حلوه كده، بحيث ان نشيل اي ريحه زفاره فيها. هنحط حبة من الزيت، طبعا الزيت ده بقى نطبخ فيه الفراخ والبطاطس وكل حاجة. وهننزل بفصين مستكة وحبهان، هيدي ريحة حلوة معاكي. وانت بتشوحي الفراخ الفصين المستكة والحبهان هيدهم ريحة حلوة. غسلين الفراخ غسيل زي الفل ومصفيينها من اي مية. اهم حاجة طريقة غسيل الفراخ بتاعتك. اديلها صدمة بقى كده، وبعد ما تاخد لون وتلاقيها بقت حلوة تبتدي ان انت تقلبيها ونزليها على نار عالية، علشان خاطر ما تخرجش المية اللي فيها. منك هتقفلي المسام بتاع الفرخة بتاعتك، وفي نفس الوقت هتشيلي منها اي زفار. اهم حاجة بوتاجازك يبقى عالي. انا طبعا معايا فرختين شايلة الصدور بتاعتهم، وهنعملهم مع بعض في فيديو تاني. وهنعمل دلوقتي اللي وراك انا مقطعاها قطع كده، انما الصدور حبايبي انا شايلاها. هنشوح بقى الفراخ بتاعتنا لغاية ما تاخد معانا لون ذهبي. شوفهم يعني، نحاول ان انت تديري بقى الصينية بتاعتك كده، ما تحاوليش ان انت تقلبيها لغاية ما تاخد لون معاكي. وطبعا انا بشيل شوفوا يعني العظم ده بتاع صدور الفراخ انا شايلاه. ما فيش مانع ان انت تحطها برضو ايه تدي يعني صدمة مع الفراخ كده. والدماغ اي حاجة بقى في الفرخة انت بتضيفها براحتك. صلى على الرسول يا حبايبي عليه افضل الصلاة والسلام. وعلى ما الفراخ بتاعتنا بتاخد لون هبتدي انا معايا بصلتين حلوين، هنقطعهم تقطيع على ايدينا. لا هي يعني تخينة ولا هي يعني خليها ايه قطع ماس صغيرة ولا كبيرة، خلاها وسط زي ما انت عايز. اه يعني خلاها يعني مش ناعمة قوي ولا كبيرة قوي. انا قطعهم زي ما انتوا قطعها على ايدي زي ما انت شايفة كده. انا بحاول اوريك قطعة البصل عاملة ازاي. النار عالية حبايبي، ما تبقاش النار واطية، لان لو سبت النار بتاعتك واطية هتخرج المية بتاع الفراخ. انما لو نارك عالية هتديلها صدمة ولون من غير الفراخ بتاعتها تقفل المسام بتاعتها على نار عالية. حاول ان انت تخلي بالك من المعلومات دي. قلبي بقى الفراخ بتاعتك لما تاخد لون بعد ما نقطع البصل ده. يعني اعملي حاجة جنب حاجة. انا بوريكي بس الفكرة ان انت تنظمي حاجتك قبل ما تبدأي في الطبخ بتاعك. ديت انا بصل هعملها خلصتها انا كده بالشكل ده. تعالوا بقى برضو دقيت توم معايا وقلبت الفراخ بالشكل ده اهو، واخدين لون دهبي يا دوب بسيط كده. وبعد كده بنزل بالبصل بتاعي، وهنجيب معلقة توم دقينه علشان نشوح الفراخ بالبصل والثوم ومعلقة هرسة شطة. هتخلي بقى معاك الريحة جميلة جدا، يعني هتشم ريحة حلوة من قبل ما تضيفي كمان اي بهارات. دي صينية فراخ حلوة قوي وطعمها جميل. ولازم تبقى البطاطس بتاعتها يعني ايه تخينة شوية مش رقيقة، علشان خاطر لما تيجي تكسر البطاطسية كده تحس ان هي من جوه ملحمة واخدة من صوص الفراخ. وعايزين النهاردة بقى حبة دمعة كده او صلصة زي ما بتقول عليها، عشان ناكل معاه رز بشعرية طعمه زي العسل. وجربوا الرز بشعرية اللي انا هعمله النهاردة تحفة بجد، يتاكل حاف. صلى على الرسول يا حبايبي عليه افضل الصلاة والسلام، وتابعوا الفيديو للاخر. وما تنسيش اللايك الجميل بتاعك. واللي ما اشتركش في القناة كده يشترك ويشرف عائلتنا الجميلة اللي احنا فيها في القناة كده، عشان يوصل لكم كل جديد. كل اي فيديو انزله يوصلكم. هنزل انا البطاطس بتاعتي تتشوح بقى ونضيف البهارات بتاعتنا
ونشوح البطاطس مع الفراخ. لو انتوا شفتوا الصينية بتاعتي ما فيهاش مية خالص، لان الفراخ بتاعتي على نار عالية واحتفظت بالسوائل اللي فيها وما نزلتش مية ولا اي حاجة. هنقلب بقى الفراخ تقليبة حلوة، وفي نفس الوقت هنجيب البهارات نضيفها مع بعض، علشان طريقة الفراخ ديت اللي ما يجربهاش هيندم بجد. اكلات الشتا بقى والاجواء بتاع الشتا لازم الاكلات الجميلة دي. الله على الصينية دي بقى، طلعت من الفرن حاجة كده عظمة. كده خليت قطع الفراخ على الوش، ونزلت كل البطاطس لتحت في الصينية بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده. وهنحط فلفل اسمر وحبة من السبع بهارات ومكعب مرق دجاج، وهنضيف برضو ورقتين لوري، هنرش الكزبرة وكمون. وهتبقى دي البهارات بتاع الفراخ بتاعتنا، وهنحط حبة كركم كده، وهنخلي الفراخ طعمها زي العسل. والله ريحتها تحفة اهو. كده ضفنا بهاراتنا، وهنضيف كمان حبة من البابريكا، وهتكون دي البهارات بتاع الفراخ بتاعتنا النهاردة. ورق لورا اللي عندي متكسر بس يمشي. والملح ده بقى تبع ذوقك ورغبتك انت، يعني ضيف الملح زي ما انت حابه. فرمنا الطماطم اهو. زي ما قلتلكوا احنا عايزين النهارده البطاطس بالفراخ بتاعتنا يبقى فيها حبة يعني دمعة كده او صلصة تغمسي بقى، نحس ان احنا عايزين نغمس بدمعة النهارده. قرنين فلفل كده، وده بقى لو متاح عندك بيبقى جميل قوي، ومن غيرها برضو يمشي لان احنا حاطين هرسة شطة. ولو ما عندكش هرسة شطة تقدري تحطي شطة بودرة، ولو ما انتش حابة ان يعني يبقى فيها حرارة شوية براحتك. بس هي بصراحة هرسة الشطة عطيها حرارة بسيطة كده وطعمها جميل جدا. تعالوا بصوا بقى، نسيب الصينية دي مع نفسها، وهنقلبها تقليبة عشان خاطر البهارات على الوش. هنقلبها مع بعضها ونغطيها ونسيبها اهو. تعالى اغسل بقى الرز بتاعي وارجع اقول لكم احنا هنعمله ازاي. صلى على الرسول يا حبايبي عليه افضل الصلاه والسلام. انا غسلت الرز، على ما غسلته الفراخ بتاعتي قلبت، وقلبتها تقليبه وسبتها. ما شاء الله ريحتها تحفه وشكلها بيتكلم عن نفسها. دوقي بقى الحدق بتاعك كده عشان تظبطي بقى، عايزه ملح ما انتش عايزه، تبع بقى رغبتك. وهننقلها كده زي ما انتوا شفتم على نار هاديه، كل من ساعتها على نار عاليه. بعد كده لما شفتها شكشكت كده وقلبت وبقت زي الفل، النار كده على الوسط يعني مش هادية قوي برضه. تعالوا بقى نحط شوية زيت في الحلة، ومعانا بقى الشعرية، وهنقلب شوية رز بشعرية كده زي الفل. هنضيف اضافة بقى للرز ده النهاردة، والله طعمه جميل جدا جدا. جربوه يا ولاد، مش هتندموا. الطبخة ديت اكلة شتوية وجميلة. جربوها حبايب قلبي، وطريقة سهلة وبسيطة وما بتاخدش معاكي اي وقت في المطبخ اهو. طب انت عاملاها هي ما تنفعش الا بوراك بس؟ لا حبايبي، ممكن تعملها بوراك وبصدور وزي ما انت حابه. بس انا يعني زي ما قلت لكم الفكره ان احنا بنحب الصدر الفراخ قد كده مسلوق، فانا عملتها بالوراك بس. تقدري تعملها بالفرخه كامله زي الفل تمشي، صدور بس تمشي، اوراق بس تمشي. عشان برضو لو سألت السؤال ده يا اوراق بس ليه، فهي تتعمل كده وكده. قلبنا الشعرية بتاعتنا لما بتاخد لون ذهبي اهو. اهم حاجة توحدي اللون بتاع الشعرية بتاعتك كده. لو ما قدرتيش حبيبتي ان انت توحديها، رشة ملح هتطلع معاكي موحدة وزي الفل. هنحط كده شوفوا يعني قطعة من القرفة الخشب. لو ما عندكيش قرفة خشب ممكن تضيفيها حبة قرفة من اللي هي البودر. ولو ما بتحبش طعمها في الاكل تقدر تستبعدها خالص، ممكن تحط مكانها فصين حبان، او يعني ورقة اللوري هيدوا طعم حلو برضو للرز بتاعك. ولو ما انتش حابة لا ده ولا ده عادي، ممكن يبقى رز بشعرية من غير الروايح دي. بس صدقيني النهاردة يعني هو شوفي لو شفت حتة صغيرة مش حطيتش العود كله، بصراحة ادى طعم ونكهة حلوة اوي للرز ده. مية الرز انا غسلاه ومصفياه، هنحطه كده ساعة ما يقلب معانا قلبة واحدة هنقوم نازلين بالرز بتاعنا. لازم تستني لما المية بتاعتك تقلب، وطبعا بنضيف الملح بتاعنا. شوفوا بقى هي قلبة واحدة، ما تستنظريش بصي لما يغلي كتير عشان الشعرية ما تستواش وتبوظ منك اهو.
لازم بقى تحطي بقى الرز بتاعك اول ما تقلب قلبة واحدة، يعني تخلي عينك عليها. قلبي بقى الرز في الشعرية كده، ريحة القرفة مخلية الرز ريحته كانت جميل، ولون الشعرية جميل وموحد وشكله حلو. او لو انت يعني ما تغمقهاش عن كده، لانك لو غمقتها عن كده بتبقى لونها غامق مهوش حلو. حاولي ان هي تبقى لونها اللون اللي انت شايفاه ده. هنسيب بقى الرز بتاعنا يقلب براحته، وبعد كده هوريهولكوا لما اجي اوطي عليه برضو. وزي ما انتوا شايفين الفراخ بتاعتنا عايشة مع نفسها وزي الفل. ساعة ما الاقيها دخلت في السية كده نحطها في فرن البوتاجاز تاخد لون، شو تشرب المية بتاعته اهو. هوطي عليها انا دلوقتي واسيبه يتلد، وفي نفس الوقت حمرت الفراخ بتاعتي. بسم الله ما شاء الله، ريحتها وطعمها كان خطير النهاردة ما شاء الله. اهو الرز بتاعي حابة ان انا اوريهولكوا برضو، خلص ما شاء الله حاجة زي العسل، وحاجة كده ما خدتش معاك وقت في المطبخ، واكلة شتوية جميلة. وشوفوا بقى الفراخ من على قرب، حبيت ان انا اوريها لكم. حاجة بتتكلم على نفسها بسم الله ما شاء الله، حاجة زي العسل. جربوها يا بنات، حلوة قوي. وحبة بقى كزبرة وكمون وحبة كزبرة وشبت على وش بقى الصينية زي ما انتوا شايفين كده عشان تدي لون حلو. واللي وصل معايا لحد كده ما ينسانش في اللايك والشير وفعل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من مطبخ فتحية فايد. البطاطس دايبة والفراخ بتاعتنا دايبة، وهناخد صوص من الجميل ده النهاردة ونغمس كده. يعني البطاطس شوفهم تكسريها في قلبها ملحمة كده وحلو، مش ان هي مهرية برضه. خلي بالك من المعلومة دي حبيبتي. ما شاء الله حاجة كده زي العسل. واللي وصل معايا لحد كده ما ننساش اللايك يا حبايب قلبي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بترككم في رعاية الله. ما تنسوش الاشتراك في القناة يا حبايبي، بحبكم في الله. واتمنى تكون الفيديوهات سهلة وبسيطة وبتعجبكم. واللي مشتركش في القناة يشترك دلوقتي عشان يوصلكوا كل جديد من مطبخي.